ميزامي ازول في اللون. في هذه الفيديو غنشارك معكم 5 ديال النصائح اللي غتعاونكم باش تضيعوا الوقت ديالكم بشكل اللي غادي يخليكم تحكموا في نهاركم احسن وتزيدوا في الانتاجيه ديالكم. يلا نبداو. النصيحه رقم 1: تحديد الاهداف والاولويات. قبل ما تبداو في اداره الوقت ديالكم خاصكم تحددوا الاهداف والاولويات ديالكم. غتقسموا الاهداف الكبيره لاهداف صغيره ومنها غادي ديروا خطه زمنيه باش تحققوها. النصيحه رقم 2: استخدام تقنيات التنظيم، بما معناه خصنا نخدموا ديزاجندا بدي ليست. علاش؟ حيت نقدروا نكتبوا فيهم المهام الضروريه ديال كل نهار اللي غنلتزموا بهم باش نوصلوا الاهداف ديالنا. النصيحة رقم 3: تجنب التشتت والتشغيل الزائد. وبيان سور في 2023 شنو هو التشتت والتشغيل الزائد اللي كيكون عندنا؟ تو سامبلومون هما لي ريزو سوسيو. دونك خصنا نحاولوا نركزوا على المهام ديالنا اللي كنديروا في داك النهار اولا المهمه اللي حنا مركزين عليها في ديك الوقيته. وباش نديروا هذا الشيء اقل حاجه خصنا نديروها هي نديزاكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش ما يشتتوش الانتباه ديالنا ونركزوا على المهمات ديالنا بشكل احسن. النصيحة رقم 4: خطة الفترات الزمنية. وهنا كنهضروا على تقنية البومودورو اللي غتكونوا كتعرفوها كاملين. دونك اي حاجه كنكونوا كنديروها في نهارنا، المهمه اللي حنا كنديروها في ديك الوقيته كنركزوا عليها على الاقل مده 25 دقيقه بدون انقطاع. حتى كتفوت 25 دقيقه عاد كناخذوا اون بوز ديال 5 ديال الدقائق كنرتاحوا فيها، نشربوا اللي بغينا، نديروا اللي بغينا، ومن بعد كنعاودوا نرجعوا نخدموا. دونك كنبقاو هكذا 25 دقيقه خدمه و5 دقائق راحه. نصيحة رقم 5 واللي هي قم بتنظيم بيئتك، بما معنى البلاصة اللي غتجلس فيها خصك تجمعها وتنقيها وكل شيء يكون مرتب وفي بلاصتو. وخص اي حاجة غادي تخدم بها ديك الساعات غادي تستعملها وانت كدير المهمة ديالك تكون حداك. اي حاجة غتحتاجها تحطها حداك قبل ما تبدا باش من بعد ما تبقاش دير دي بوز اللي حنا ما لنا بهم غرض. اي فوالا، هادو هما 5 النصائح اللي الا تبعتوهم غادي تقدروا انكم تحكموا في الوقت ديالكم، تنظموا الوقت ديالكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نشوفكم في فيديو جاي.